ليه تشتريه من برّه لمّا ممكن تعمليه في البيت بأحلى طعم وجودة أحسن، وكفاية نضافة إيديكِ أنتِ عارفاها. أنا عندي نُص كيلو من اللحمة المفرومة، وعندي قطعة من الليّة قد الليمونة كده بس كبيرة شوية، كانت في الفريزر ومجمدة يعني، وبشرتها عشان تبقى سهلة معايا لازم تكون مجمدة. 4 بصلات حجم متوسط، و2 فلفل رومي، طبعًا الكمية اللي أنتِ عاوزاها، ولو عاوزة حار براحتك جدًا. وعندي بيكنج باودر هناخد معلقة، وعندي 3 معالق كبار من الدقيق. وهنفرم أول حاجة البصل فرم ناعم بالكبة أو بالمبشرة أي حاجة. والفلفل الرومي ممكن أقطعه قطع صغيرة يعني، أو بالكبة تبقى فرم ناعم بالشكل ده لو انتي مش حابة ان هو يبقى ظاهر معاكي قوي. تمام. هاحط كل بقى المكونات بتاعتنا كده على بعض. الفلفل هنحطه بقى كده، ونحط كمان الدقيق ال3 معالق كبار، ونحط كمان البيكنج باودر هناخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر. عندي بقى خلطة بقى توابل أنا باعملها للحواوشي بتبقى أحلى من بتاع برّه، على فكرة بتاع برّه مش حلو خالص، بيبقى مليان دهون ومش حلو جدًا، يعني مش عارفة بيتاكل إزاي من برّه بجد. هنحط بقى الملح، أنا هاحط كده الملح بالنظر كده يعني، أنا حطيت حوالي معلقة بس مش مليانة أوي، معلقة صغيرة. وعندي نُص معلقة من الفلفل الأسود، ونُص معلقة بقى من التوابل اللي أنا هاحطها دي، من الكزبرة الناعمة، وعندي ال7 بهارات، وعندي توابل حواوشي أنا باحطها، باجيبها من عند العطار، باخد نُص معلقة من كل حاجة، نُص معلقة من توابل الحواوشي باجيبها من العطار زي ما قُلت لِك، ونُص معلقة من ال7 بهارات، وم نُص معلقة من التوم باودر، ونُص معلقة من البصل البودر. والتوابل بتاعتنا اللي أنا باقول لِك باعملها في البيت، باطحنها في البيت، بتبقى عبارة عن كبابة صيني، وحبهان، وورق لوري، حبة كده من كل حاجة. بس أنا الكمية دي أنا عملتها للحواوشي، يعني مش طاحنة كمية كبيرة. باطحنهم كويس أوي في المفرمة بتاعة الخلاط، وبتبقى المطحنة قصدي بتاعة الخلاط، وبتبقى ناعمة بالشكل ده، بس لازم أصفيها زي ما انتوا شفتوا بأي مصفى كده وبصفيها، وبتبقى جميلة جدا بتدي طعم وريحة بجد هتجيب آخر الشارع. هنقلب بقى كل المكونات دي كلها بقى مع بعض بالشكل ده لغاية أما كل حاجة تمتزج معانا. ونسيت كمان أقول لكم إن احنا لازم نحط رشة من السكر، حوالي كده يعني ايه نص معلقة بس مش مليانة قوي يعني، هي رشة كده حلوة يعني. تمام. وبقلب بقى كل ده، وببدأ ان انا احشي العيش بتاعنا، طبعا العيش البلدي بتاعنا ده اصل الحواوشي المصري بتاعنا، لازم يكون عيش بالردة كده وحلو وجميل جدا. وعندي سمنة بقى بلدي او سمنة عادي بقى المتوفر عندك، والصاج بتاع الفرن او اي صينية انتي بتحطي عليها. وممكن لو مش عاوزة في الفرن ممكن يبقى في اي جريل او طاسة على النار من فوق. بدهن الصينية بتاعتنا بالسمنة زي ما انتي شايفة كده. وممكن كمان في خطوة حلوة جدا بس انا ما عملتهاش، كنت مستعجلة قوي. ممكن نولع فحماية كده ونسويها كويس، ونحط بقى العيش كله اللي احنا عملناه بقى وحشيناه كله، ونحط الفحمة معاه، ونطفيها بالسمنة او بزيت، ونغطي طبعا بقى العيش بتاعنا. بيدي طعم بجد تحفة، وريحة الشوي بقى بتبقى جميلة، كأننا مسويين الحواوشي بتاعنا ده على الفحم بقى وجايبينه من بره فعلا. بحط بقى قطعة من الحواوشي من اللحمة في العيش، وبفردها كده ببطط العيش بالشكل ده. ولو محتاج بحط، مش محتاج خلاص. وطبعا مش لازم نحط كمية كبيرة عشان طبعا هو مش برجر يعني، فبيبقى حلو لما بيكون في المعقول يعني، مليان بس ايه، في المعقول مش مليان ومقلبز كده. تمام. بحط بقى دي الكمية كلها، بعمل بقى ايه السمنة كده على العيش من فوق من تحت ومن فوق يعني على الوشين. بعمل بقى الكمية كلها، وطبعا بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية جدا، يعني حوالي 240. ويكون الرف الشبكة نكون حاطينها في الرف الأخير خالص، يعني اللي هو قريب من النار، يعني يعتبر أول رف فوق الفرن، عشان خاطر هو لازم يتسوى على نار عالية
جدا، لان لو النار واطية او الفرن مش سخنة بيدي نتيجة مش حلوة خالص. عندي بقى سلطة الحاتي هنعملها. عندي بقى بصل شرايح، طماطم متقطعة مكعبات، والخيار مكعبات، وعندي بقدونس وبشرت طماطماية صغيرة، وخل وليمون ومية. هحط بقى كل المكونات بتاعتنا على بعض. والمية انا ما حطيتش كتير، انا حطيت حاجة بسيطة جدا، ولو احتجت بعد كده هحط عشان ما تبقاش مليانة مية قوي يعني. تمام. هنحط كل المكونات بتاعتنا، بقدونس اخضر والطماطم والخيار والبصل وطماطم مبشورة وليمون وخل ومية. هحط بقى رشة الملح بتاعتنا ونظبط الملح، ونحط كمون، ونحط رشة الشطة، طبعا الشطة زي ما تحبي. ولو عاوزة ان انتي تقطعي فلفل حامي براحتك جدا، اللي انتي عاوزاه. بقت بالشكل ده جميلة جدا، والمية معقولة جدا. هحطها بقى كده في الطبق بتاعنا ونقدمها مع الحواوشي بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. طبعا بقلبه على الجهتين في الفرن، مش بسيبه كده، لازم ببقى شايفاه، وبقلبه على الجهة دي شوية والجهة دي شوية لغاية اما يبقى بالشكل ده. كان مقرمش جدا وطعمه تحفة جدا. التوابل بجد خلطة جميلة جدا اللي انا قلتلك عليها. والتسوية بجد مظبوطة كده لما يكون الفرن سخن جدا. قدمتها بقى مع سلطة الطحينة وحاجة ساقعة وشوية زيتون كده، حاجة كده بسيطة. وبجد كان جميل ما شاء الله، حلو جدا. ونفتح بقى رغيف كده ونشوفه مع بعض. كان حلو جدا. ليه بقى تجيبيه من بره وما تعرفيش بقى بره بيتعمل ازاي، ويا ترى اللي عمله ده حاجته نظيفة ولا لأ، وايده نظيفة ولا لأ. وبيبقى مليان دهون جدا، يعني انا جبته من بره كان مليان دهون، مش عارفة بيحشوه دهون ولا ايه. يلا بقى، لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.